كلنا كمنشئين محتوى أكيد لازم أو شرط أساسي يكون عندنا أفكار للفيديوهات اللي جاية. يعني أنت كمنشئ محتوى أو كيوتيوبر لازم يكون عندك أفكار للمحتوى بتاعك. طيب، أنا وأنت والتخين في المجال بتاعنا أو في أي مجال في الدنيا أكيد بيجي عليه وقت مش لاقي فكرة يصورها. الراجل صور أفكار كتيرة أوي، 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 لدرجة إن هو جات فترة عليه مش لاقي أفكار، مش عارف يجيب أفكار فيديوهات، أو أنت بادئ قناة جديدة ومش عارف تجيب أفكار في المحتوى بتاعك. النهارده إن شاء الله هاقول لك على أكتر من طريقة يساعدوك في النقطة دي، ومن الآخر قناة محمد علاء هي من الآخر اللي اعتبرها الدليل الشامل اللي بعد فضل الله سبحانه وتعالى بنساعد بيه منشئين المحتوى. أول طريقة معايا وهي ببساطة شديدة إن إحنا نخش على قنوات المنافسين وناخد أفكار منها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني وليكن مثلا هنفرض إن القناة بتاعتي دي قناة منافسة في نفس مجالي. طيب، أنا بس قبل ما ابتدي وقبل ما أشرح أي حاجة وقبل ما أقول أي حاجة، الكلام يا جماعة اللي أنا باقوله ينطبق على أي محتوى. يعني أنت محتوى طبخ شوف المنافسين بتوعك في مجال الطبخ، المحتوى التعليمي زي حالاتي أنا مثلًا راجل موجه إني باشرح لليوتيوب، فلازم أشوف الناس اللي بيقدموا نفس المحتوى بتاعي. تمام، لحد ما أنا عرفت خلاص الناس اللي بيقدموا نفس محتوايا، وهاقول لك برضه على طريقة تعرفك مين الناس اللي بينافسوك في نفس مجالك في الفيديو وهو شغال ما تقلقش. أول حاجة عايزك تخش عندهم في القناة وتبتدي تبُص على الفيديوهات بتاعتهم، وعادي وده مش حاجة مخالفة إنك تاخد الفكرة وتنفذها بطريقتك. تمام، ركّز معايا، ما تسرقش الفيديو وترفعه في قناتك، أيوه عشان ما تجيش تقول لي أصل أنت قُلت لي خُش قناته، لأ، أنا باقول لك خُش القناة عنده، خُد الفكرة. أنت مثلًا هنا أهو أنا راجل باقدّم يوتيوب، ومحمد علاء ده بيقدّم محتوى نفس محتوايا، فلقيته شارح مثلًا فيديو بيقول فيه الطريقة الصح عشان توصّل قناتك للأجانب، وبسم الله ما شاء الله الفيديو بتاعه من يومين وداخل في ال4100 مشاهدة، يعني ما شاء الله مقارنةً بالمحتوى التعليمي ده مشاهدات كويسة. طيب أخُش الفيديو ده وأفهمه وأدرسه كويس وأطلع في قناتي أقدّمه بطريقتي، ودي حاجة مش مخالفة ويوتيوب سامح بكده، لأن ببساطة شديدة أنت ما سرقتش الفيديو، أنت خدت الفكرة وطلعت قُلتها بطريقتك. تمام، دي حاجة. الحاجة اللي بعد كده أخُش على كلمة الرائج، دي أكتر فيديوهات في قناة محمد علاء أو في القناة اللي أنا بتقدّم نفس محتوايا جابت مشاهدات. تمام، يعني الفيديو ده ليه جاب المشاهدات دي كلّها؟ أخُش وأذاكر الفيديو. ليه الفيديو ده جاب المشاهدات دي كلّها؟ أخُش وأشوف الفيديو. يبقى أكيد الفيديو ده بيقدّم قيمة حلوة خلّت المشاهدين يتفرّجوا عليه ويتفرّجوا على الفيديو بصورة كبيرة. طيب، يبقى أنا كمحمد علاء لازم ولا بُد، لازم ولا بُد، لازم ولا بُد باعيدها لك للمرّة التانية، أعمل الطريقة دي. الطريقة دي هتجيب لك أفكار متنوعة جدًا. كل اللي عليك حضرتك هتخش من على إحصائيات القناة بتاعتك. بعد كده حضرتك هتخش على كلمة الجمهور، يبقى كلمة إيه؟ الجمهور. هتنزل شوية لحد ما تلاقي كلمة قنوات يشاهدها جمهورك. وبالمناسبة دي قنوات بتقدم نفس محتوايا، يعني زي مثلًا متوحد فكرة، رؤية للمعلوميات، علامة استفهام، بقية الإخوة الكرام دول كلّهم بيقدّموا نفس المحتوى بتاعي. تمام، أنا المفروض باخُش على كل قناة منهم وأشوف الفيديوهات بتاعتهم بتتكلّم على إيه. ممكن يكون واحد منهم اتكلّم على فكرة ما خطرتش في بالي، بس الفكرة دي جميلة جدًا وممكن تفيد ناس من عندي، فدي الطريقة الجميلة من وجهة نظري اللي تعرّفك بيها أفكار. هل في طريقة تانية؟ طبعًا. تمام، لو نزلت برضه حضرتك هتلاقي المحتوى الذي يشاهده جمهورك. زي ما أنت ما شايف دي برضه بعض الفيديوهات للإخوة اللي بيقدّموا نفس المجال بتاعي أو اللي بيقدّموا نفس الفيديوهات بتاعتي. تمام، أقدر أخُش أشوف الفيديوهات دي وأطلع أقولها بطريقتي، زي ما أنت ما شايف تقريبًا أنت بتتكلّم لو قُلنا كل 5 فيديوهات أنا عندي 15 فكرة بحالهم أهو. تمام، دي طريقة من الطُرق. طيب محمد علاء بقى خلاص بقى يعني المفروض تشرب بقى كوباية القهوة كده أهو وتقول لنا الفيديو بتاعك خلص يا محمد، لأ، محمد علاء ما بيعملش كده، محمد علاء لازم يجيب لك أفكار برّه الصندوق. في طريقة تانية، في طريقة تانية. وموقع ما حدش يتكلم عليه كتير. عارف إيه هو الموقع ده؟ Skywork، اللي هو الموقع ده. ارجع بس كده على الصفحة الرئيسية، الموقع ده. الموقع ده ليه application على التليفون، تقدر تخش على متجر جوجل بلاي وتكتب كلمة Skywork اللي هي الكلمة أو اسم الموقع اللي فوق ده، وتكتب جنبها كلمة AI وتحمّله. أو لو أنت على الكمبيوتر هتكتب Skywork وتخش على الموقع الجميل ده. طبعًا تسجيله سهل جدًا بالجيميل، يقول لك الجيميل بعد إذنك، تمليه الجيميل بتاعك وشكرًا، أنت كده بقى معاك إيميل في الموقع.
طيب الموقع ده أنا كنت عملت عنه الحلقة اللي ظهرت لك دي. الحلقة اللي ظهرت لك دي أنا شرحت لك إزاي تخلّي قناتك ناجحة بعد فضل الله عن طريق الموقع ده. الموقع ده مش بيقدّم الميزة اللي أنا هاشرحها دلوقتي بس، الموقع ده بيقدّم مميزات كتيرة جدًا، 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 جدًا تقدر تتفرّج عليها في الفيديو اللي أنا وريته لك دلوقتي حالًا. طيب نرجع لموضوعنا الأساسي. أول حاجة أنا هاخش، سيبك بقى من القايمة دي كلّها، هادوس على tools agent اللي هي دي، وبعد كده هاقوم دايس على كلمة يوتيوب دي. تمام، تمام. هتاخد رابط القناة بتاعتك، رابط القناة بتاعتك هتاخده تحطه هنا أهو. طيب يا محمد يا علاء، رابط القناة بتاعتي أجيبه إزاي؟ بُص حضرتك، لو أنت جيت دلوقتي خدت الرابط ده كده أهو، يعني في رابط بالشكل ده اللي هو الرابط اللي فيه كلام كتير ده مش هينفع، لأ، أنا عايز الرابط اللي فيه الاسم المُعرّف اللي هو ده. طيب عشان أجيب الاسم المُعرّف ده بالشكل ده هاجيبه إزاي؟ في البداية بس هناخد ده كده أهو copy ونروح للموقع نقول له بعد إذنك هنضيف رابط أهو link وبعد كده add link ونحط له الرابط بتاع القناة وبعد كده نعمل confirm. تمام، هيبتدي يضيف الرابط هنا أهو، بس بالضبط بياخد له دقيقة بالضبط يعني مش بياخد وقت. تمام، أو ممكن تقوم جاي من هنا أهو ضايف الرابط وبعد كده تقول له أنا هاتكلم على 1، 2، 3 بس نكمل بس في موضوعنا. تمام، إزاي هتجيب الرابط ده؟ هتخش حضرتك من على إحصائيات القناة وبعد كده تنزل عند كلمة التخصيص، ومن كلمة التخصيص هتلاقي حضرتك حاجة اسمها الاسم المُعرّف، وهتلاقي تحتها الرابط اللي باقول لك عليه، تاخده copy وتوديه للموقع اللي إحنا اتكلمنا عليه. هتقول له حضرتك أنا عايز أفكار للفيديوهات القادمة، وتدوس enter. طبعًا عشان بس أكون صريح معاك، الموقع ده بياخد له من دقيقتين ل10 دقايق عشان النتايج بتاعته الصراحة يا جماعة ممتازة، ممتازة بمعنى كلمة ممتازة. تمام، هاقول له عايز أفكار للفيديوهات القادمة وادوس enter. تمام، بمجرد ما ادوس enter الموقع بقى هيبتدي يشتغل ويبتدي يجيب لك الشغل اللي أنت هتتفاجئ منه حرفيًا. تمام، هيجيب لك أفكار للفيديوهات اللي جاية، وحتى بيقول لك يا محمد يا علاء هو خلاص عرف اسمي، هاحلل لك القناة بتاعتك دي عشان نديك أفكار للفيديوهات اللي جاية. وبارجع وباكررها لك، الموقع بيقعد له من دقيقتين ل5 دقايق ل7 دقايق، بس الصراحة أنت هتاخد أفكار تحفة، ممكن يجيبها لك وإحنا واقفين، ممكن يجيبها لك وإحنا واقفين ما فيش مشكلة، فوقت ما يخلص هارجع لك تاني. ولو وصلت للنقطة دي في الفيديو حابب إني أكلمك في حاجة بسيطة جدًا، جدًا، جدًا. دلوقتي أنا كمحمد علاء باقدم لك خدمة وهي خدمة إدارة القنوات. إدارة القناة دي بامسك لك القناة بتاعتك، باضبط لك الإعدادات بتاعتها، باضبط لك الوصف، باضبط لك الSEO بتاع القناة، بحيث إن القناة بتاعتك من الآخر تقدر تشم نفسها من تاني وترجع يوتيوب يقترحها من تاني. أنا مش يعني بمعنى أصح مش باضحك عليك وباقول لك هاجيب لك ملايين المشاهدات، لإن من الآخر دي حاجة بترجع، يعني دي حاجة بتاعة ربنا، دي حاجة مش في إيدي، بس كل اللي أقدر أقوله لك إن بعد فضل الله الخدمة اللي هاقدمها لك أكيد هتنجح قناتك بنسبة كبيرة. ليه؟ لإني باصمم لك صور مصغرة زي اللي بتشوفها عندي في القناة، باضبط لك العناوين بتاعة الفيديوهات، باضبط لك الكلمات المفتاحية، باضبط لك كل حاجة في القناة. لو أنت حابب تشترك في الخدمة دي هتلاقي لينك الواتساب في الصفحة الرئيسية، ابعت لنا عليه وبأمر الله نفيدك. ويالّا نكمّل. وزي ما أنتم شايفين يا شباب بعد ما خلّصنا تقريبًا قعدة 3، 4 دقايق في الحدود دي، جاب لي الأفكار دي كلّها. دي كلّها أفكار، دي كلّها أفكار، زي ما أنت ما شايف. طب هو يا محمد جاب لك الأفكار دي كلّها بناءً على إيه؟ هو خَد الفيديوهات اللي أنا شغّال عليها في القناة وحلّلها بطريقته وجاب أفكار مشابهة ليها، وهو من الآخر أداة ممتازة يا جماعة، أداة ممتازة. أنت بُص، بُص، بُص كام فكرة، بُص، 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 كل دي أفكار، كل دي أفكار. أنت متخيّل معايا؟ أنا تقريبًا خدت والّا 40 فكرة وأنا باتكلّم معاك كده، وأكيد هانفّذ حاجة منهم، أكيد مليون في المِيّة هانفّذ حاجات مش حاجة منهم. فبس يا شباب، عشان تجيب أفكار للمحتوى بتاعك الموضوع مش صعب ولا مستحيل زي ما أنت متخيّل، لأ الموضوع سهل جدًا وتقدر توصل لكل الكلام ده. صَلّ على النبي، سلام عليكم.